من اول ما اشتريت القلاية الهوائية وهو بقى عندي اهم جهاز عندي في المطبخ. تعالوا نعمل النهاردة فيه فراخ مشوية، وهقول لكم ازاي تطلعوها دايبة ومستوية ومظبوطة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تعالوا هقول لكم التتبيلة الخطيرة بتاعة المطاعم. معايا بصلة ضربتها في الكبة زي ما انتوا شايفين. قولوا لي القلاية بتاعتكم نوعها ايه، وهسيب لكم لينك فيه كل تجارب القلاية، ارجعوا شوفوها تستفادوا منها ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين ضربنا البصلة كويس قوي. ممكن تطلعوا منها المية بتاعتها لو انتوا حابين، بس انا هسيبها زي ما هي. ما تنسوش تحطوا لي اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. هحط الملح بتاعي على حسب الرغبة، فلفل اسود، من كل حاجة تقريبا معلقة صغيرة، رشة جوز الطيب اختياري بس بتفرق قوي في الطعم وبتخلي اكلكم مميز جدا، بهارات فراخ، روزمالي بيبقى خطير قوي في المشويات، وزعتر، وقرفة اختياري، وبصل بودر، وتوم بودر، وزيت، وخل، ومعلقتين كبار صلصة جاهزة او ممكن كاتشب او ممكن تستغنوا عنها خالص، بس بتدي طعم حلو قوي. ومعايا دبس رمان بيبقى جميل قوي مع الفراخ والمشويات، بصراحة بيخلي الاكل مميز. ممكن تحطوا صويا صوص لو انتوا حابين، وعسل ابيض او ممكن سكر بيساعد على التسوية. وحطيت حبهان، هو انا ما كانش عندي بودر فحطيت حب، وحطيت ورق لوري ممكن برضو تستغنوا عنهم، بس كلها منكهات للفراخ بتدي الفراخ طعم حلو قوي. معايا طبعا الفرخة بتاعتي مغسولة ومتنضفة كويس قوي، وكنت حطها في محلول النقع. هنا كنت نسيت احط عصرة ليمونة، نص ليمونة يعني. تمام كده. وزي ما قلت لكم نضفه الفراخ بتاعتي كويس، وهعمل لها تفتيحات بالسكينة، وهتبلها بالتتبيله. وافضل طبعا ان انا اسيبها قبلها بيوم في التتبيله. كل ما تسيبوها في التتبيله هتبقى خطيره، هتشرب منها وهتاكلوا احلى فراخ مشويه ممكن تاكلوها. هدعكها كويس قوي، وهتبلها من تحت الجلد وفوق الجلد. انا هنا كنت عاملاها قبلها بيوم، تمام، وسبتها في التلاجة، غطيتها كويس وسبتها في التلاجة. وتاني يوم هنشتغل فيها زي ما انتوا هتشوفوا. زي ما قلت لكم عملت لها تفتيحات كده بالسكينه عشان تبقى التتبيله شاربه من كل حته في الفرخه. حطيتها كده في القلايه الهوائيه، انا ولا سخنت القلايه ولا اي حاجه. حطيت برنامج الفراخ، ظبطت درجه الحراره على 160 30 دقيقه، وهنشوفها مع بعض دلوقتي هتوصل معانا لحد فين. لو انتوا لسه ما جربتوش الفراخ في القلايه الهوائيه، لا فايتكم كتير. زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك فيه تجارب كتيره جدا جدا في القلايه، هتستفادوا منها ان شاء الله. هنا بعد ال30 دقيقه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بدات اخدت لون وبدات تستوى كمان. بس انا هنا حطيت لها في الحله من تحت ميه سخنه، عشان بخار الميه ما يخليش الفرخه معايا تنشف. تمام كده. زي ما انتوا شايفين قلبتها على الجنب التاني. انا كنت ممكن ما اقلبهاش على فكرة وهتستوي هتبقى معايا زي الفل، بس انا قلبتها وحطيت لها كمان 25 دقيقة، وهنشوف بعد ال25 دقيقة هي استوت على فكرة معايا. يعني بعد ال30 خلاص انا جسيتها واستوت وتمام، بس انا عشان اتأكد ان هي استوت 100% فحطيت لها بصراحة ال25 دقيقة كمان عشان اتأكد ان هي بقت تمام جدا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اخدت اللون واستوت، وكانت ريحتها خطيرة يا جماعة. عايزاكم تجربوا التتبيلة دي وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. ولو لسه ما جربتوش لا الفراخ لا جربوها، خطيرة احلى من الفرن بكتير. انا ما عنديش بعمل فراخ في الفرن خالص. زي ما قلت لكم عملت حاجات كتيرة معاكم في القلاية الهوائية، هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله حمرنا بطاطس، وكنت كمان عاملة البطاطس في القلاية الهوائية. ارجعوا شوفوا كل تجارب القلاية هتعجبكم. كنت عاملة طحينة، اكله خفيفه وسريعه وسهله وعيش بقى. ممكن تعملوا جنبها مكرونه، وممكن تعملوا جنبها رز، اللي انتوا حابينه. بالف هنا عليكم وعلينا وعلى كل اللي اكل منه. شايفين الجمال والحلاوه؟ عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه في فيديو النهارده. وان شاء الله استنوا تجارب كتيره ان شاء الله في القلايه تستفادوا منها. وزي ما انتوا شايفين استوت وطعمها خطير، التتبيله كانت شاربه منها وتمام قوي. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.